في تفجير مسجد الإمام الصادق انتحاري فهد القبة. لما وصل عند المسجد، طبعا بعد ما لبس حزام الناسف، وقف كان يقول حق اللي وصله بالسيارة اللي هو عبد الرحمن الصباح المتهم الأول، صدر عليه حكم بالإعدام وتم تنفيذه. قال له وقف ما راح أروح. قال له ليش؟ قال له بس خلاص انطر شوية بفكر. طبعا هذا الحين خلاص الحين بينفذون العملية، الحين مطلوب من هذا الانتحاري عقب ما لبس الحزام الناسف، كان وقتها واقفين عند دوار السيف بدشون على داخل المباركية. قال له ليش اوقف؟ قال له لا وقف شوية شوية خلا بقول أدعية. فحس فيه قاعد متردد شوية. فالحزة كلم منه؟ كلم الشخص اللي قاعد يعطيهم توجيهات من داعش خارج الكويت. قال له ترى فلان شوي حسيت فيه كنا خايف. فايش قال له هذا اللي معاه قاعد يوجه له تعليمات؟ قال له بس بالجنطه اللي خذيتها، طبعا هذا المتهم عبد الرحمن الصباح وهو يا بالجنطه اللي فيها حزام ناسف، وكان حاطين له شنو؟ شابو بالجنطه. فقال له بالجنطه بطلها في شابو، عطى خليه ياخذ. وفعلا عطى. اول ما عطى بعد 5 دقائق قال له ودني بسرعه انا جاهز.